شفت الفنان احمد ماهر شتم الفنان رامز جلال واهان والده الله يرحمه بلفظ خارج، والدنيا اتقلبت والموضوع ممكن يوصل للقضاء. ايه اللي حصل بالظبط؟ هقول لكم على كل التفاصيل وايه اللي هيحصل. يلا بينا. الحبايب مساء الخير. للي ما يعرفش سريعا كده، في فيديو اتصور للفنان احمد ماهر بكاميرا موبايل، حد صوره بيقول له ايه احكي لنا تجربتك مع برنامج رامز جلال، لان هو كان ضيف من فتره يعني من شويه سنين. فهو قال ده انا كلته ساعتها علقه عشان انا اللي مربيه وراح شاتم شتيمه ولفظ خارج يعني. الفيديو انتشر بشكل كبير جدا. الفنان ياسر جلال والفنان رامز جلال زعلوا وغضبوا غضب شديد، وبعتوا للدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، وهو طلع بيان زي ما انتم شايفين كده بإحالة الفنان احمد ماهر للتحقيق. بس مش بس كده، الاستاذ اشرف عبد العزيز اللي هو المستشار القانوني بقى للفنان ياسر جلال والاستاذ رامز جلال طلع بيان وقال ده احنا هنتابع بقى التحقيق ده، وبناء عليه احنا هنتخذ اجراءات قانونيه، يعني هنلجأ للقضاء لمحاكمه ومحاسبه الاستاذ احمد ماهر عن خطأه يعني. طيب انا هتكلم في شق الفنان ياسر جلال ورامز جلال. هم ليهم كل الحق. ليه ليهم كل الحق؟ محدش يقدر يروح يقول لهم لا انتوا كده مزودينها قوي، لان ابسط حاجه هيجي يقول لك ترضاها على ابوك، ترضاها على حد من اهلك، فساعتها انت هتقول لا. لان انا مثلا ما حدش هي مثلا يشتم ابويا شتيمه على الملأ وتشوفوا الملايين وانا اقول لا يعني مثلا. تمام. طيب في حد يجي يقول لك ايه اصل طيب ما هو اشمعنى ده عشان هو يعني مثلا فنان وغلبان، ما هو في ناس تانية. بص هم احرار. في واحد ممكن يشتمني انا كخالد تمام واقبلها يا سيدي، اتغاضاها في الظرف المعين، وواحد لا. فما تقدرش تيجي تقول لي اصل انت سبت. انا حر، ده حقي انا مش حقك انت. حط بقى على جنب. طب هتسالني عن الاستاذ احمد ماهر. الاستاذ احمد ماهر ليه وقع في هذا الخطا؟ المشكله في يعني الفنانين اللي هم كبار السن او المشاهير، يعني اللي هم بقى 70 و80 سنه، هم لا يعوا بخطوره السوشيال ميديا، وهو مش عارف ان قيمه الموبايل الصغير اللي اتصور بيه ده هي نفسها قيمه الكاميرا الكبيره قوي اللي كان يعني بيقعد قدامها في الاستوديو بتاع استوديو 10 في التلفزيون في القناه الاولى ويتكلم. فمن المنطقي ان الاستاذ احمد ماهر لو قاعد في برنامج وبيتسال عن الاستاذ رامز جلال، عمره في حياته ما هيغلط ويتلفظ. هيجي يقول لك ايه ده؟ هو انا يعني ايه ده؟ انا مجنون علشان اقول لفظ خارج قدام الكاميرا في التلفزيون على زميل يعني؟ لا طبعا ما يحصلش. ده انا الكلام في البرامج لازم يكون، بص يا استاذ احمد، الكلام في البرامج لازم يكون منمق ويعني بص محسوب بالقطاره، والكلام قدام الموبايل الصغير ده لازم يكون محسوب بالقطارتين، لان الموبايل ده بقى اصلا يعني اسرع واكبر تاثيرا من الكاميرا الكبيره قوي دي. فهي كل الحكايه هي عدم وعي. الحاجه الثانيه، لو تسالني عن الاستاذ احمد ماهر كاخلاق، انا ما شفتش منه غير كل خير. هو مش صديق ولكن قابلته كتير. هو رجل يعني دمس الخلق، راجل ابن بلد جدا وشهم جدا، وراجل طيب وبسجيته، وطول الوقت ما يتكلموا يعني هو دايما بيتكلم وبيتلفظ بحب النبي وحب آل البيت والكلام ده كله، وهو مش راجل سافل بالامانه يعني. ولكن تاني ما تقدرش تحاسب ولا تقول لآل جلال انتوا كده مزودينها. بس انا عايز اقول حاجه في الاخر صغيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف العافي او الشخص اللي هو بيعفو وبيتنازل عن حقه وهو في مصدر قوه، ووصف اجره، وصفه بشيء عظيم جدا، لانه هو قال ومن عفا واصلح فاجره على الله. عارف يعني ايه اجره على الله؟ يعني بص، ربنا عارف ومقدر قد ايه انت كظمت غيظك، وقد ايه انت من جوه متضايق، وقد ايه انت زعلان، لكن انت اعفو بس وسيب الاجر عليا انا. فما بالك بقى ان الكريم بيقول لك سيب اجرك عليا انا اللي هجازيك. فالكريم ده هيديك بعطائه قد ايه. وعلى فكره هذا الموضع ما حصلش كتير، يا ربنا ما قالش كده كتير في مواقف كتير. يعني هو حتى قال على الصايم ان هو انا اللي هجزي بيه، الصيام ده ليا وانا اللي هجزي بيه. وقال برضو عن ده، عن فكره اللي بيعفو، لان هو عارف انت قد ايه بتقول يا رب سامحته لاجل وجهك الكريم، يا رب انا سامحته عشان انت تجازيني خير. فتخيل بقى الكريم ده اللي بيقول لك انا مش هسمي لك ولا هقدر لك جزاتي ايه. مش هقول لك مثلا انا هبني لك بيت في الجنه، مش هقول لك مثلا انا مش عارف هديك 3000 حسنه، لا سيبهولي انا اللي هقدره. فالتقدير ده هيبقى قد ايه بقى؟ حط في عقلك، خاصه ان احنا في ايام مباركه
وايام مفترجه، وايام كلها عفو، وايام كلها صفح، وايام كلها خير. وتقديرا للفنان احمد ماهر وللعلاقه الانسانيه اللي بينكم، لان الراجل بيقول انا مربيه، فاكيد في علاقه انسانيه واسريه، وللزماله ولسنه. هل ممكن يعفو؟ في تصوري ان هم ممكن ان هم يعفو ويتنازلوا بعد مثلا ما الاستاذ احمد ماهر مثلا يعمل فيديو ويعتذر، او الفنان احمد ماهر مثلا النقابه تطلع يعني تصدر مثلا قرار، القرار ده يكون مرضي ليهم. ولكن انا بقول لكم انا في تقديري انا ما اقدرش، هم اصدقائي، ما اقدرش ان انا اقول للاستاذ ياسر جلال لا 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 معلش بسيبه، وخاصه في غضبه دلوقتي. الا ان انا متاكد ان شاء الله الموضوع هيتساوى، تقديرا بس لسن هذا الرجل، وتقديرا بس ان الراجل دوت ما يقصدش اي اهانه بهذا الشكل او الاساءه الكبيره جدا دي. ربنا يصلح الاحوال، وربنا يا رب يكرمهم ويتنازلوا عشان ينالوا الجزاء الكبير ده. شكرا جزيلا.